السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جربت أعمل بلح الشام، دي تجربتي الأولى ودي تجربتي التانية، وإن شاء الله هوريكم تجربتي التالتة. هتقولوا تجربتك الأولى ديت مش شكل البلح، هقولك أيوة لأن ما كانش عندي القرطاس، بس لما جبت القرطاس لقيته كنت عايناه عملت بيه التجربة التانية. هي العجينة عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوباية دقيق وليها كوباية مادة سايلة. المادة السايلة اللي هي ايه؟ 3/4 كوباية مية وربع كوباية زيت، تحطهم على النار وتحط عليهم الدقيق وتقلبي وهو على النار. والعسل عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية. العسل بتاعه بيبقى تقيل شوية، ممكن تحط فيه معلقة عسل أبيض أو معلقة عسل جلوكوز، وطبعا عصرة الليمونة زي ما انتوا شايفين كده. أنا حطيت الدقيق وحطيت زيها بالظبط مية وزيت، نفس الكمية. كوباية اللي انت بتعايري بيها هي اللي تحط بيها المية والزيت، 3/4 كوباية مية وربع كوباية زيت لكوباية الدقيق. وما تنسيش الفانيليا، بس كده، وتقلبيها على النار شوية بالشكل ده 5 دقايق يعني، ما تطوليش، هتقلبها شوية على النار. وبعدين طفيت عليها، لما تبرد احط بيضة. دي الفانيليا كنت نسيت احطها فحطيتها في المرحلة دي عادي مفيش مشكلة. ودي البيضة الأول هي بتاخد بيضتين، كوباية الدقيق بتاخد بيضتين. البيضة الأولى حطيتها كده وقلبتها، لما اختفت حطيت البيضة التانية وقلبتها. وبعدين حطيت الزيت. الزيت لازم يبقى غزير شوية، المفروض يبقى أكتر من كده، بس أنا حطيت يعني شوية حلوين حمروا كويس. أنا ما كنتش عارفة هي لسه بتتحمر ازاي. هي توطي عليها النار، هي الأول تحطيها الزيت وهو بارد وتوطي عليها النار لما تستوي كويس وتشيليها، بتبقى بالشكل ده. دي كانت اول تجربة ليا، ما كانش عندي القرطاس زي ما قلت لكم. دي بقى تجربتي التانية، لقيت القرطاس اللي انا كنت عايناه وعملت بيه بالشكل ده بالمقص. وتقصي والمقص بالليه زيت عشان ما فيش حاجة تلزق فيها، العجينة ما تلزقش فيها. وطولي، يعني انا شايفة ان احسن حاجة تطولي القطع شوية، القطع الطويلة بتبقى حلوة. ودي التجربة التانية، وبإذن الله هنعمل مع بعض المرة الجاية التجربة التالتة. لايك واشتراك بقى.